بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معك عبد الرحمن طلبة، أستاذ تاريخ وجغرافيا. حبايبنا تانية إعدادي، إن شاء الله تعالى هنكمل مع بعض المنهج بتاعنا بتاع الترم التاني. معلومة كده سابقة خدتوها في سنة أولى إعدادي وهي الحضارة. الحضارة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء كان ماديا أو أدبيا. شيء مادي وهو ملموس، وشيء أدبي وهو الغير ملموس. طب الحضارة عشان تقام طبعا محتاجة عوامل. العوامل دي سواء كانت عوامل طبيعية أو سواء عوامل بشرية. العوامل الطبيعية اللي هي المية زائد الموارد زائد المناخ زائد الموقع. أما العوامل البشرية ممثلة في الإنسان وكفاحه. حلو. يعني معنى كلام إذا توفر العوامل الطبيعية الإنسان يقدر يعمل الحضارة. خير مثال على ذلك هو المصري القديم. طبعا المصري القديم الأول كان عايش حياة تنقل، فلذلك ما كانش بيعمل الحضارة ديت. حلو. كان معتمد قوي على البيئة. طب الإنسان لما نزل على نهر النيل لقى الموقع، لقى المناخ، لقى المية، لقى التربة، فبدأ إن هو يعمل نشاط الزراعة. طب الزراعة بقى عملت إيه في الإنسان؟ الزراعة علمته حاجة اسمها الاستقرار، إن هو قاعد أو مستقر. فمن هنا بدأ الإنسان إن هو يعمل الحضارة بتاعته. توافر المقومات الطبيعية خلت الإنسان يتعلم النشاط زي نشاط الزراعة، والنشاط ده نتج عنه حاجة اسمها الاستقرار، فنتج في النهاية الحضارة. الكلام ده برضه بالنسبة للوطن العربي. ربنا سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي عوامل طبيعية. العوامل دي ساعدته على حرفة الزراعة، فنتج عن هذا الأمر بقى الإنسان مستقر، ومن ثم إن هو عمل الحضارة. طب أشهر الحضارات اللي أنت واخدها في الترم الأولاني: الحضارة المصرية القديمة، حضارة بلاد الشام، حضارة العراق اللي هي بلاد ما بين النهرين، وأخيرا حضارة بلاد اليمن. طب الحضارات دي كلها شبه بعض في عوامل قيام الحضارة؟ أكيد لأ. في حضارات تتشابه وفي حضارات لا. يعني مثلا الحضاره الفرعونيه والحضاره بتاعت العراق اللي تشبه بعض في ايه؟ اللي تشبه بعض في ان هنا في نهر وهنا برضو في نهر، هنا في تربه خصبه هنا برضو في تربه خصبه. احنا كده اتفقنا مع بعض ان من اهم الانشطه اللي بتساعد على قيام الحضاره هو نشاط الزراعه. طب الزراعه بقى علشان تقام محتاجه ايه؟ محتاجه نوعين من العوامل: عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. العوامل الطبيعيه 3 حاجات، والعوامل البشريه برضو 3 حاجات. العوامل الطبيعيه ممثله عندي في مورد ميه عذب، 2 تربة خصبة، 3 مناخ متنوع. أما العوامل البشرية الممثلة فيه الأيدي العاملة، رأس المال، والأسواق. أولا أول عامل في الموارد الطبيعية أو العوامل الطبيعية اللي هو المية العذبة. طبعا المية العذبة هي أهم عنصر من عناصر الطبيعية. المية دي بقى بتجيلي منين؟ عندك 3 مصادر المية: يا إما من فوق، يا إما من تحت، يا إما على السطح. اللي فوق الأمطار، اللي تحت اللي هي المياه الجوفية الآبار والعيون، أما على السطح ممثلة في الأنهار والبحيرات. الأمطار عندك، هل الأمطار نوع واحد؟ لا، أنا عندي نوعين من الأمطار، في أمطار شتوية وأمطار صيفية. الأمطار الشتوية اللي على شمال الوطن العربي، أما الأمطار الصيفية موجودة في جنوب الوطن العربي. بالنسبة بقى لتاني عنصر هو التربة الخصبة. طبعا التربة الخصبة هتتواجد فين؟ هتتواجد عند السهول الفيضية اللي هي موجودة فين؟ اللي هي هتوجد على جانبي الأنهار. يعني أي نهر على جانبيه أو على ضفتيه هلاقي التربة الخصبة. طب ايه اشهر الانهار اللي هو مدانا في الوطن العربي؟ طبعا انت عندك نهر النيل الموجود في مصر والسودان، عندك نهر مثلا زي دجله والفرات اللي موجوده في العراق، عندك نهري جوبا وجبيلي اللي موجود في الصومال. خلي بالك، يبقى في دول تتوافر فيها السهول الفيضيه، في دول تتوافر فيها الامطار، في دول تتوافر فيها المياه الجوفيه، وفي دول تتوافر فيها ال3 حاجات. يبقى انت خلي بالك بقى من الكلام ده. بالنسبه بقى لثالث عنصر هو المناخ المتنوع. طبعا احنا واخدين في الترم الاولاني ان الوطن العربي فيه 3 انواع من الاقاليم المناخيه. شمالا عندك المناخ اللي هو البحر المتوسط، في الوسط عندك المناخ الصحراوي، اما في الجنوب تحت عندك المناخ المداري. طب التنوع ده حلو ولا وحش؟ بص بقى يا سيدي، في قاعده مهمه جدا حتى انا شخصيا ماشي عليها، وهي التنوع يؤدي الى تنوع، والثبات يؤدي الى ثبات، والتنوع سببه برضه تنوع. يعني الوطن العربي عشان عنده تنوع في المناخ، الامر ده نتج عنه ايه؟ ادى ذلك الى تنوع المحاصيل الزراعيه، وينتج عن هذا التنوع الى تحقيق التبادل والتكامل بين دول الوطن العربي. التنوع يؤدي الى تنوع، والتنوع سببه تنوع. افتكر القاعده الجميله دي. حلو. يبقى كده خلصنا العوامل الطبيعيه. يبقى العوامل الطبيعيه عندي 3 انواع: عندي موارد ميه عذبه، عندي تربه خصبه، عندي في الاخر المناخ المتنوع. نيجي بقى للعوامل البشريه. عندي 3 عوامل بشريه: الايدي العامله ورأس المال والاسواق. اهم عنصر فيهم هو الايدي العامله، بس خلي بالك مش ايدي عامله وخلاص، ايدي عامله مدربه، ايدي عامله عندها خبره وكفاءه. لان خلي بالك عندي ايدي عامله بس ولا عندها خبره ولا عندها كفاءه، يبقى ما لهمش لازمه. تاني عنصر عندي اللي هو راس المال. طبعا راس المال له فلوس.
طب الفلوس اهميتها ايه في المجال الزراعي؟ طبعا هشتري الات، هدفع اجور، هعمل ترع، هحفر ترع، هعمل قنوات، هجيب مثلا حاجه، هجيب بذور. طبعا كل الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج فلوس. طب مين الدول اللي في الوطن العربي اللي بتمتلك هذا المقوم؟ عندك دول الخليج العربي اللي هم 6 دول عربيه عندهم فلوس. زي مين؟ زي الكويت، قطر، بحرين، السعوديه، الامارات، وعمان. الدول دي هي اللي بتمتلك راس المال. نيجي بقى يا سيدي للسوق. السوق هو المكان الذي يتم فيه عمليه البيع والشراء. خلي بالك، المكان اللي بيتم فيه طرح الايه؟ المنتجات الزراعيه، اللي انا ببيع فيه المنتجات الزراعيه. طب في الوطن العربي قال لك زاد الطلب على المنتجات الزراعيه، يعني الناس بدات ان تطلب المنتجات الزراعيه نظرا لايه؟ الطبيعي الطلب بيزيد على المنتج لما السكان بيزيدوا والمستوى المعيشه بيزيد. يعني نتج بقى عن زياده عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشه ان الوطن العربي بدا يتوسع في النشاط الزراعي، زائد ان هو بيزود الانتاج، زائد العمل على تحسين المنتجات. ليه؟ لان في تنافس بين الدول. يعني مثلا مصر عندها ارز والسودان برضو عندها ارز، بس مصر بتنتج ارز بجوده افضل، فبالتالي الناس هتروح للدوله بتنتج الرز بجوده افضل. ده معناه العمل على تحسين المنتج. تاني جزئيه عندي وهي مناطق توطن الزراعه. خلي بالك، مناطق توطن الزراعه تعني المناطق التي يتركز فيها النشاط الزراعي، يعني الاماكن اللي الناس بتزرع فيها. هو مدي لك خريطه، وعن طريق الخريطه نستنتج ايه؟ قال لك نستنتج ان المناطق اللي يتم فيها الزراعه هي مناطق متنوعه. بسبب ايه؟ بسبب تنوع برضه مصادر المياه العذبه زي ما قلت لك من شويه، اللي هو التنوع يؤدي الى التنوع، او التنوع سببه تنوع. طب المناطق بقى اللي بيتم فيها الزراعه عندك 3 مناطق. عندك مناطق زراعه على الامطار، عندك مناطق زراعه على الانهار، ثالث حاجه مناطق زراعه على الابار والعيون اللي هي المياه الجوفيه. المناطق الزراعه على الامطار مقسمه عندك الى منطقتين. عندك المنطقه الشماليه او المنطقه الجنوبيه. المنطقه الشماليه زي الموجوده على الخريطه عندك ممثله في شمال العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، شمال مصر، شمال ليبيا، شمال تونس، شمال المغرب، شمال الجزائر. المنطقه اللي هي الشماليه اللي بتطل على البحر المتوسط. طب المنطقه بقى اللي بتعتمد على الامطار بس بالنسبه للامطار الصيفيه، هلاقي جنوب بريطانيا، جنوب السودان، جنوب وسط الصومال، وجنوب غرب شبه الجزيره العربيه اللي هي اليمن. مناطق الزراعه على الانهار عندك بقى اي نهر، نهر النيل الموجود في وسط السودان، نهر جوبا وجبيل الموجوده في الصومال، او نهر دجله والفرات الموجودين في العراق. خلي بالك عشان في نقطه، شبيلي جوبا، شبيلي جوبا، دجله الفرات، عشان بس الناس بتتلخبط. عندك بقى يا سيدي المناطق الزراعه على الميه الجوفيه، المناطق الصحراويه، بس خلي بالك مش كل المناطق الصحراويه، الواحات اللي موجوده في المناطق الصحراويه زي مين؟ زي واحد الداخله والخارجه موجوده طبعا في مصر. تمام. بالنسبه مثلا للخريطه قصاد منك هتلاقي بعض الاستنتاجات ممكن نستنتجها. زي ايه مثلا؟ زي ان موريتانيا مثلا عندها ايه؟ عندها مثلا الزراعه على الامطار، ما عندهاش مثلا زراعه في الانهار او زراعه على المياه الجوفيه. عندك مثلا السودان هتلاقي مثلا ميه نهر النيل زائد المياه اللي هي بتاعه الامطار. عندك مثلا اليمن نفس الموضوع، هتلاقي مثلا عندها ما شاء الله امطار، ما عندهاش حتى انهار. خلي بالك. عندك مثلا الصومال هتلاقي نهر والامطار. عندك العراق عندها مثلا اللي هو النهرين دجله والفرات زائد الامطار الامطار الشتويه. عندك مثلا سوريا، عندك الاردن، عندك فلسطين، هتلاقي برضه عندهم ايه؟ عندهم امطار زائد عندهم الانهار. انما اكثر دوله عندها ال3 حاجات هي مصر. مصر طبعا فوق امطار شتويه، عندها الواحات، وعندها نهر النيل. ليبيا مثلا، ليبيا عندها بس حاجتين، خلي بالك، عندها مثلا مطر، وعندها ما شاء الله الابار اللي هي المياه الجوفيه. عندك تونس عندها مصدر واحد اللي هو مين؟ اللي هو الميه، اللي هو بتاعت عندها مثلا اللي هو الامطار. فانت خلي بالك الخريطه اللي قصاد منك لازم استنتج واطلع منها معلومات، لان الراجل في الامتحان ممكن يطلع معلومات او يجيب لك مثلا اسئله من الخريطه، مش شرط الكتاب بتاعك يكون كاتبها، ممكن تكون موجوده على الخريطه. فركز في الحته دي، خلي بالك. نيجي بقى لثالث جزئيه والسؤال الاهم، وهي اهميه الزراعه. ليه الزراعه مهمه؟ الزراعه عندك لها 4 اهميات. اول اهميه عندك بتوفر احتياجات السكان من المواد الغذائيه، الحاجات اللي هم بياكلوها. تاني اهميه عندك بتوفر فرص عمل، يعني قال لك 50% من سكان الوطن العربي بيشتغلوا في حرفه الزراعه. تالت اهميه بتوفر لي رؤوس الاموال اللي هي الفلوس اللي اقدر اعمل بيها مشاريع. خلي بالك. اخر بقى اهميه بتوفر لي الماده الخام. ايه الماده الخام دي؟ اللي هي الماده اللي انا باخدها واصنعها او بحولها من صوره الى صوره. يعني مثلا القطن بيتحول الى غاز ونسيج. عندك مثلا قصب السكر وبنجر السكر يتحول الى سكر. عندك مثلا الفاكهه والخضروات اللي بتتحول الى حفظ وتعليب الاغذيه. اذا الزراعه مهمه عشان بتوفر لي 4 حاجات. اولا الاحتياجات، ثانيا فرص العمل، ثالثا راس الاموال، رابعا الماده الخام. رابع جزئيه عندي بقى وهي اهم المشكلات اللي بتواجه الزراعه.
اول مشكله تذبذب الانتاج، ثاني مشكله عدم استخدام كل الاراضي صالحه للزراعه، ثالث مشكله عدم استخدام الالات الحديثه، اخر مشكله وهي التصحر. الاربعه كل واحده فيهم ليها سبب. يعني اولا تذبذب الانتاج بسبب ايه؟ قال لك بسبب تذبذب الامطار. ايه تذبذب الانتاج ده؟ يعني الانتاج مره كتير، مره قليل، مره عالي، مره منخفض. الفكره ايه؟ قال لك لان الوطن العربي بيعتمد على الامطار. خلي بالك يعني المصدر اللي بيعتمد عليه معظم الدول في الوطن العربي بتعتمد على الامطار، والامطار عندك متذبذبه. يعني ايه متذبذبه؟ يعني شويه في مطر شويه ما فيش مطر، فبالتالي الانتاج برضه متذبذب. تاني حاجه وهي عدم استغلال كل الاراضي الصالحه للزراعه. خلي بالك الوطن العربي كنا قلنا عنه قبل كده في الترم الاولاني ان هو 13 مليون كيلو متر مربع، جزء منه اراضي زراعيه. طب هل كل الاراضي الزراعيه صالحه للزراعه؟ قال لك برضه لا، 5% بس من الاراضي بتاعت الوطن العربي اللي هي بيزرعوها او صالحه للزراعه. ثالث مشكله وهي قله استخدام الالات الحديثه. اخر مشكله هو مشكله التصحر. التصحر دي تعني ايه؟ يعني عدم قدره الارض على انتاج النبات. طب الارض ليه مش قادره تطلع نبات؟ لسببين. عندك سبب طبيعي وعندك سبب بشري. الاسباب الطبيعيه زي تفاوت كميه المطر زائد زحف الرمال. اما الاسباب البشريه عندي الرعي الجائر، قطع الاشجار، زراعه المحاصيل المجهده للتربه. انا لسه قايل لك من شويه ان احيانا ممكن في مطر واحيانا ما يكونش في مطر. تاني واحده زحف الرمال. ايه زحف الرمال ديت؟ اللي هي التعريه الهوائيه، ان الهواء بيجي ينحت الصخور فبيقوم ناقل المفتتات دي يقوم راسبها في حته تانيه. هنا بقى الرياح تقوم تنحت في الصخور، بعد كده تنقل المفتتات دي تقوم موديها فين؟ على الارض الزراعيه فتبوظ الارض. نيجي بقى للاسباب البشريه اللي هو الرعي الجائر، قطع الاشجار، وزراعه المحاصيل الموجوده للتربه. طبعا الرعي الجائر اللي هو يجي مثلا الراجل اللي هو الراعي ياخد الغنم بتاعه يروح لمنطقه فيها مثلا حشاشه او فيها نباتات، يقوم حاطط مثلا الحيوانات بتاعته في المنطقه دي، فالحيوانات دي تفضل تاكل 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 لغايه لما تبوظ الارض الزراعيه. نيجي بقى لقطع الاشجار. الاشجار بسبب بشري. طب القطع الشجر ده بيعمل ايه؟ طبعا بيرفع من درجات الحراره اللي هي غاز، لانك هنا بتقلل ايه؟ الاكسجين وبتزود غاز ثاني اكسيد الكربون فالحراره ترتفع. او في نقطه قطع الاشجار برضو من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لزحف الرمال. ليه؟ لان قال لك لو افترضنا مثلا منطقه فيها رمله حلو ومنطقه فيها ارض زراعيه وما بينهم في اشجار، الاشجار هنا بتمنع مرور اللي هو الرمله. طب انت لما بتشيل الشجر اللي بيحصل؟ الرمله بتعدي وتروح يمة الارض الزراعيه. عشان لو جالك سؤال ما العلاقه بين زحف الرمال وقطع الاشجار يبقى انت فاهم. نيجي بقى اخر حاجه وهو الافراط في زراعه المحاصيل المجهده للتربه. طبعا في نباتات بتتعب الارض. خلي بالك المفروض انا كراجل فلاح بعمل ايه؟ بزرع مثلا الارض وبعد كده بريح الارض وبعد كده ازرع محصول مره اخرى. في بقى فلاحين لا، يقوم زارع مثلا المحصول اللي بيتعب الارض ده، يقوم شايل المحصول، يقوم زارع محصول مثلا تاني متعب برضه للارض، مره اتنين تلاته في الارض تقول له خلاص انا زهقت، انا مش قادر اصلا اطلع نبات، فتتحول الى التصحر. طبعا ما فيش مشكله ملهاش حل، ودايما في قاعده انا بحب اقولها وهي ان حل المشكله يكمن في المشكله. يعني اشوف المشكله ايه وابدا ان انا ما اعملهاش. ندي لك بقى جزئيه وهي ما مقترحاتك لحل مشكله الزراعه. عندك 5 مقترحات لحل مشكله الزراعه، زي توفير المياه اللازمه للزراعه عن طريق انشاء المشاريع. ايه بقى المشاريع ديت؟ اللي هي مشاريع الري، اللي هي اعمل سدود، اعمل خزانات، اعمل حاجه اسمها تحليه مياه البحر. يعني مثلا في دول ما عندهاش انهار بس عندها بحر، تعمل ايه؟ تعمل على تحليه المياه البحر. تحليه مياه البحر اللي هو يفصل الملح عن الميه، بس خلي بالك الميه دي مش صالحه للشرب، هو بيستخدمها للزراعه. عندك بعد كده استخدام طرق الري الحديثه زي الري بالرش والتنقيط. طبعا الرش والتنقيط ده اللي هو بتلاقي مثلا جنينه تلاقي ما شاء الله خرطوم كده طالع من الارض ويبدا ان هو يرش الارض. نيجي بقى لتاني حل هو استغلال كل الاراضي الصالحه للزراعه. يعني ما تزرعش بس 5%، لا انت لو عندك مثلا اكتر من 5% ونقدر نزرعهم ازرعهم. ثالث حل هو استصلاح الاراضي الصحراويه. رابع حل هو استخدام الاساليب العلميه الحديثه او التكنولوجيا الحديثه عشان ازود الانتاج واستخدام الالات الحديثه. اخر مشكله بقى مكافحه التصحر. ايه مكافحه التصحر ده؟ يعني ازرع شجر عشان اصد الزحف الرمال، او ان انا انظم عمليه الرعي الجائر. يعني الراجل اللي هو معاه غنم ده ما خلوش يفضل في مكان واحد بس يربي فيه الغنم لان هو بيبوظ الارض، لا اعمله حاجه اسمها دوره رعويه، يعني اخليه يلف في منطقه بشكل دائري عشان لما يخلص المنطقه دي يروح لمنطقه ثانيه. يعني لا قبل ما يخلص دي يروح للمنطقه دي، قبل ما يخلص دي يروح للمنطقه دي، وهكذا بيلف دايره اسمها الدوره الرعويه. وبكده اكون خلصت الدرس. استني طبعا الفيديو الجاي باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.